أساس المشكلة إني أنا وأسرتي كنا عائلة. كنا عائلة قاعدين ثمان ولد وخمس بنات وأم العيال، حنا ثمان، وقاعدين في محل في ميدان طرابزون مقابل الحديقة مال طرابزون، محل يبيع بقلاوة وشاي وقهوة تركية. فقعدنا أنا والعيال والبنات، طلبت 4 شاي وطلبت صحن بقلاوة، وقال ولدي سلطان قال لي أعطني فلوس أبي أجيب عشاء حق خواتي الشاورما، وبيجي أعطيته فلوس، راح جاب الشاورما مع البنات الصغار وجاب، فقعدوا يأكلون الأطفال يأكلون. جاني السوري لابس طربوش أحمر في يشتغل قرصون، قال ممنوع الأكل هون. قلت لي أنا بدفع حساب طاولة، أنا طالب. قال لي بس الأكل هذا اللي معكم بديكم ما تأكلونه على الطاولة هذا. قلت بأي قانون هذا؟ بعدين أطفال هذول يعني. قال له ممنوع الأكل. قلت شو اللي تبي مني؟ قال تقوموا من الطاولة تخلوا طاولة. قلت حاضر. قمنا من الطاولة، قال بدك تدفع حساب الطاولة قبل ما تقوم. قلت هي حساب الشاي والبقلاوة هذه قدام عينك، لا شيء ينشرب ولا شيء ينوكل، وانت قومتنا طردتنا من المحل، شنو تبي ادفع لك؟ قال بدك تدفع المصاري غصب عليك، هذا قانوننا في المحل يمشي على الكل، دامك طلبت تدفع الطلب. قلت يا أخي أنا لا كليت ولا شربت. المهم صار شدة مني. قام السوري هذاك طلع التليفون تكلم باللغة التركية، والله ما أدري شنو قال. أنا خليته، شفت الشرطة هناك واقفين قدام المحل، رحت للشرطة، لجأت لهم، قلت السلام عليكم، مديت إيدي بسلم على الشرطي بكل احترام عشان أفهم الموضوع يجي يحل المشكلة. راح ما سلم علي وكلمني بكل كأني ذبابة قدامه ولا احترمني. وبعدها صرت أتكلم أقول له تعال تفضل امشي وياي شوف ابني هناك معاهم، ما لقالي أي اعتبار. وعقب جاء واحد تركي لابس أسود، تيشيرت أسود متين، أص ويضربني بكفة على حلقي، ضربني ضربة صفعني على حلقي، يعني أص وضربني. أنا استغربت شلون ما قدرت أتحمل ضربتي قدام بناتي وعيالي، وقلت أتهدد عليه وانتم مش محترمين، اقول وهذا مو اول مره تعتدون على العرب، وانتم هذا اللي حصل هذا ما ينسكت عليه. شوي يوم جوني 4 أتراك ريحتهم سكارة من سالفته، يدفلون بوجهي ويخنقوني بالكلام، معصبين علي، وانا ادز واحد بيدي كذا بوخر عني بدافع عن نفسي، ضربني بوكس كسر اسناني. واليوم مسكت ايده جاء واحد ثاني ضربني بآلة حادة على راسي من ورا، فتح راسي واغمى علي. بعدها ما دريت شنو حصل الا انا في المستشفى. اتصلوا علي جمعية المحامين الله يجزاهم خير في الكويت، وتبنوا الموقف وقالوا حنا شكلنا وفد محامين وما راح نخلي الموضوع هذا يمر بساعة.